انا كنت طالع احفل واضحك واهزر وكده، بس الخبر وفاة بتاع مشجع زملكاوي في محافظة اسيوط بعد خروج الزمالك من الكونفدرالية على يد فريق ستيلنبوش الجنوب افريقي. انا كنت طالع يعني هطلع هضحك وهزر وكده، بس الموضوع مش ده، اتقفلت الصراحة. لان برضو الكوره ايا كان كوره نطلع نضحك ونحفل ونهزر وكده بينا من بعض. زملكاويه اصحابي لما انا يعني الاهلي يقع يكلموني يضحكوا يهزروا معايا، ولا الزمالك خسر النهارده اضحك واطلع واضحك واهزر وكده. بس الخبر ده ضايقني شويه. ف بس قلت اطلع علشان في حاجات عايز اقولها. هو ناصر ما هاكش ليه النهارده؟ ناصر ماهر ما هاكش ليه النهارده؟ زيزو فعلا بالونه بس انفجرت فيكو. زيزو بالونه تم صنعها من ايديكم، وانتوا اللي فجرتوها في وشكم. صفقه زيزو يا جماعه من الصفقات المدويه. الصفقه دي قنبله واتضربت جوه نادي الزمالك. عشان كده انا قاعد مستني ان الصفقه دي تتم رسمي، لان فعلا من الصفقات اللي انا عمري ما هنساها في حياتي، لدرجه ان انا قلت لاصحابي انا هعزمكم عند قصر الكبابجي لو شفت زيزو لابس تيشيرت النادي الاهلي والنادي الاهلي بيعلن رسميا ان زيزو معانا. انا لا، الموضوع عندي هيبقى مختلف. ليه مختلف؟ انا بشجع نادي الاهلي بقالي 30 سنه، وعندي منافس وعندي جمهور منافس حافظهم وحافظ طريقه تفكيرهم. فصفقه زي دي هتخليهم يعملوا حاجات غير مدروسه اداريا، وبيكون لها توابع بعد كده قدام. بمعنى اول حاجه فكروا فيها ايه؟ رامي ربيعه، محمد شريف، ياسر ابراهيم. هو اول حاجه بعد ما الصفقه دي حصلت بتاعت زيزو، انا اتحرقت فانا هروح ايه؟ هعمل ايه؟ هعمل صفقه هرد على الاهلي وخلاص. اول حاجه مجلس اداره نادي الزمالك فكروا فيها ان انا لازم ارد على الاهلي بصفقه. هتروح تجيب رامي ربيعه يا باشا؟ انا هجيبه لك بعربيه مخصوص على الستير، يعني هروح اجيب لك بعربيه مخصوص على باب النادي. رامي ربيعه ايه؟ صباح الفل يعني. ياسر ابراهيم اصلا ما بقاله فتره ما بيلعبش في صباح الفل. فانت لما تيجي تاخد مني صفقه، تاخد مني صفقه انا ما اعرفش اعيش من غيرها، مش تاخد مني صفقه انا اصلا مش عايزها. فالكلام واضح ومرتب اهو ومنمق. طيب الميدو او ميدو فين الشيكات يا ميدو؟ ما تغيرش اللوائح يا ميدو. الفكره ان انت اصلا في بطوله انا مش فيها، يعني ولا في مؤامره، ولا النادي الاهلي مسنود من مش عارف منين، ولا الابن المدلل من القاره، ولا الكلام ده كله، ولا تحكيم ولا اي حاجه. انت طالع خارج من فريق اسمه ستيلنبوش، انا مش عارف اسمه ستيلنبوش والله، ولا انا ولا انت تعرف نقول اسمه. فريق اول مره نشوفه واول مره يكون موجود في البطوله دي وخرجك. وخد بالك ممكن اقول لك يعني مش عايز يعني اقول انا على نفسي فاجر وكده، بس فعلا انا من الناس اللي توقعت ان نادي الزمالك هيطلع من الفريق ده او هيخرج من الكونفدراليه من الفريق ده، لان مفيش فريق جنوب افريقي ساذج. ودايما معظم الفرق بتوع جنوب افريقيا بيعرفوا يلعبونا كويس، بيعرفوا هم بيعملوا ايه كويس. الفريق ده لما يكون متعادل معاك هناك، ولما الماتش ده خلص هناك 0-0 ونتيجه ايجابيه واحنا عملنا نتيجه احسن من نتيجه الاهلي، ما انت دايما بتبص عليا. هو ده بس اللي مضايقك، مش عارف في ايه مالك وماله، ما تفهمش. احنا ومش احنا، اهو انت جيت خسرت في ملعبك وسط جمهورك من فريق اول مره يلعب في الكونفدراليه. طيب ليه كل ده؟ هقول لك ليه كل ده. لان دول بيفكروا اللعيبه نازله اصلا منهزمه جواها، مكسوره من اللي بيحصل. مش مكسوره عشان خاطر زيزو مشي، مكسوره ان انا بلعب في الزمالك وانا ليا فلوس، والزمالك عمال يروح يتكلم مع رامي ربيعه ويتكلم مع محمد شريف ويعرض فلوس كبيره جدا على ياسر ابراهيم. هم ليه مش بيدفعوا فلوس مستحقاتي؟ الطبيعي ان انا هلعب من غير نفسي، ده طبيعي. اللي شاف الماتش النهارده، ماتش ما لعبش الزمالك، ما لعبش بنكله. الزمالك ما لعبش بنكله. الفرقه يا جماعه نازله اصلا منهزمه من جواهم، مش بسبب الصفقه، بسبب توابع تفكير مجلس اداره نادي الزمالك، اللي هم اول حاجه فكروا فيها تعالى يا باشا احنا معانا فلوس. طب ما انت طالما معاك فلوس ما جددتش ليه لزيزو؟ طالما معاك فلوس ما دفعتش الفلوس اللي عليك ليه للفرقه الفرقه اللي عندك اللي مطلعه عينها دي؟ ما بياخدش مستحقاتهم لغايه دلوقتي. فالمشاكل الاداريه دي كلها هي دي سبب اللي بيحصل في نادي الزمالك دلوقتي. وعلى نياتكم ترزقون.
يعني ايه يا حميدو على نياتكم ترزقون؟ هقول لك. اول مره اطلع لماتش الزمالك يكون خارج فيه من بطوله واطلع بالشكل ده، كنت بقعد اضحك ومش عارف ايه، بس ما رضيتش عشان خاطر وعايز اقول لكم ان في خبر موجود ان في شاب توفى في الاستاد القاهره النهارده بعد نهايه ماتش الزمالك وستيلن بوش. بس الخبر ده غير صحيح، الولد كويس جدا، وانا عرفت من الناس اللي في الاستاد في الارض الاستاد نفسهم تواصلوا مع الاسعاف ولقى الولد كويس والحمد لله بخير. هو بس الخبر الوفاه اللي هو المشجع الزملكاوي الله يرحمه ويغفر له يا رب، ده اللي موجود في اسيوط، هو ده بس الموجود لغايه دلوقتي يعني. انا كنت بقول ايه؟ انا نسيت، انا نسيت والله. الواحد دماغه فيها 50,000 حاجه. الاحداث الكرويه اللي موجوده في عندنا دلوقتي اكتر من الكوره نفسها انها تكون حلوه. لا احنا ما عندناش كوره في مصر، بس عندنا احداث تغطي المسلسلات بتاعه رمضان. يعني انت لو مسلسلات رمضان اتضربت تعالى يا باشا تابع واحداث وحلقه اولى وثانيه وثالثه واخيره واحداث ساخنه. ما علينا يعني. المهم على نياتكم ترزقون. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت كنت طالع ميدو طالع عامل مؤتمر بيشتكي من التحكيم الاجنبي، وبيراميدز طالع عامل بيشتكي من التحكيم الاجنبي. فالنادي الاهلي الخطيب المحترم اللي عايز اقول لكم على معلومه، الخطيب كان قدامه الصفقه بتاعت زيزو في شهر يناير. الناس كلها بيقول لك زيزو كان موجود في بيت الخطيب ومضى، ولا والده مضى في بيت الخطيب في نص مارس وكده. الكلام ده صحيح، بس عايز اقول لكم ان زيزو كان معروض على الخطيب المحترم كابتن محمود الخطيب الاسطوره الكره المصريه الاصليه، كان معروض عليه في شهر يناير. بس الخطيب رفض. ليه الخطيب رفض؟ لانه محترم. فقال لا انا مش عايز مشاكل مع نادي الزمالك دلوقتي. فقال لا انا، والكلام ده على فكره طالع من كذا صحفي اخباره موثوق فيها، وطلع من جوه نادي الاهلي. ابو علي طلع، الصحفي المحترم ابو علي طلع وقال الكلام ده. يعني ده الكلام ده في شهر يناير. فانت على نيتكم تتذكرون ليه بقى؟ انا مش انسحبت. انا قلت مش هلعب ماتش الزمالك يا جماعه الا بتحكيم اجنبي، لان انا بشتكي من التحكيم المصري، ونادي الزمالك المحترم المبجل بيشتكي من التحكيم المصري، ونادي بيراميدز بيشتكي من التحكيم المصري، ولجنه الانديه او رابطه الانديه قالت لا انا عايزين تحكيم مصري، عايزين تحكيم اجنبي، فعايزين نلعب بتحكيم اجنبي. فهو كان الخطيب مش عارف اقولها لفظ كده يعني طيب، مش هقول حاجه غير كده. يعني هو كان ايه شايف ان بعد ما اخد انا القرار ده الزمالك هيقف في صفي وبيراميدز هيقف في صفي، لان هم الطبيعي طلبي زي طلبهم زي يعني مفيش اي مشاكل. فوجئ برد فعل غريب جدا، رد فعل غير مدروس، ان هو احنا ضدك، لا احنا عايزين تحكيم مصري، لا انت انسحبت يعني اتخصم منك 6 نقط ومش عارف ايه، وبيانات و50 بيان. ده كان في يوم نزل فيه 50 بيان فيها يا جماعه. فالخطيب بص بقى، الخطيب بقى مش ناصر هو اللي هاج، ده الخطيب هو اللي هاج حرفيا، بقى بياكل اللي قدامه. والاخبار اللي انتوا بتسمعوها حقيقيه، فكك من الصفقه بتاعت زيزو، ده في ضرب نار جاي، ده في الونش وفي عبد المجيد وفي مصطفى محمد، ده في حوارات. يعني حرفيا اللي هو ايه، هات تريلا واطلع نادي الزمالك، هات لعيبه الزمالك كلها وتعالوا. وده فعلا حقيقه، مش بافور. خلت ولما لقى خطيب برضه، لما لقى رد فعل او التصريحات المستفزه اللي طلعت من كابتن ميدو، فشاف رد فعل غير مدروس، او رد فعل غير متوقع، فانقلب بقى. ده اللي حصل. فانا بقول لكم ان الفتره الجايه على راي الوزان في العتاوله سواد على الكل، حرفيا سواد على الكل بمعنى الكلمه. انتوا هتشوفوا ايام ما يعلم بها الا ربنا. مجلس الاداره بتاعتكم دي اللي انتم اللي هي يعني هي عندهم بطولات في تصريحاته بس. احنا اكبر قلعه رياضيه في مصر. صباح الفل. اخبار ايه اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ والله يا لميس ما كبرهاش في دماغي بقى، راح اخطف لعيب دلوقتي من الاهلي. عامل ايه؟ ونادي الزمالك بقى وجمهور نادي الزمالك هوب بقى لبيب يا حراق. إيه؟ فين دلوقتي لبيب؟ دلوقتي ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ في بيتشتم دلوقتي بعد الماتش من جمهور الزمالك، وميدو دلوقتي بتاع اللي عمل تصريحات بيتشتم بعد الماتش. وسبحان الله بين الشوطين انا جالي فيديوهات كميه شتايم لزيزو ووالد زيزو والخطيب بين الشوطين. ايه يا جماعه في ايه؟ اتردت عليهم، عشان كده بقول لك على نيتكم ترزقون، اتردت عليهم بالخساره. مش عايز ابين لك ان انا شمتان، على قد ما بقول لك
ان في ايام ما يعلم بها الا ربنا جايه على، والله يكون في عون جمهور الزمالك. بس انا بلوم. انا دلوقتي بتكلم يا جماعه بجد، اقسم بالله مش عشان انا اهلاوي بجد وكده. انا عايز الزمالك يكون منافس ليا مش بيراميدز. انا عايز نادي الزمالك يكون هو المنافس ليا مش بيراميدز، عشان نكون واضحين. فانا بلوم جمهور الزمالك اكتر ما بلوم مجلس اداره نادي الزمالك. ليه بقى؟ انا عندي اسطوره الكره القدم المصريه هو رئيس نادي، بهاجمه. تخيل لما يكون واحد يعني هو اللي مخترع كرة القدم حرفيا، ومهارات وتعب، وكان ماسك ماسك الإدارة في النادي الأهلي من زمان، وعنده خبرة إدارية رهيبة، اسمه كابتن محمود الخطيب. احنا بنطلع بنشد عليه، والصفقات فين وحقنا فين، ودب دب دب. ده واحد عنده خبرة في كرة القدم، لكن انت وأسطورة وأسطورة، لكن انت رئيس ناديك كان بيلعب في كرة اليد، ما عندوش خبره غير في تصريحاته بس، والسيجاره علبه السجاير اللي في جيبه وبس على كده. فانت كزملكاوي ما تطلعش تصيح على التصريحات دي. التصريحات دي مش لازم ما تكونش عندكم بطوله، لازم تقول لهم فين الناس، فين التصريحات، فين قصد الصفقات، فين. لازم تعاتبوا اول حد، لازم تقفوا في صفه كده او في وشه. هو مجلس اداره ناديك، مجلس اداره نادي الزمالك، لازم تقف كده. مش اول حد تفكر فيه تروح تشتمني انا كاهلاوي، او تشتم لعيبتي، او تشتم ناديه، او تشتم الخطيب. فمالكش دعوه بيا يا عم، ما تبصليش. مش انا نادي نادي الدوله ونادي باخد بطولات بالحرام يا عم زي ما انت بتقول. انا معاك، ما تبصليش بقى، بص لناديك وبص لفرقتك. عشان كده بقول لك اللي بيحصل في نادي الزمالك ده بسبب المينتاليتي، او طريقه تفكير المشجع الزملكاوي، وطريقه تفكير مجلس اداره نادي الزمالك. هيفضلوا طول عمرهم كده طالما الاهلي موجود في مصر، وطالما الاهلي كده موجود هيفضلوا طول عمرهم بيبصوا للاهلي، واي حاجه الاهلي يعملها يقعدوا يردوا عليها وخلاص. لكن نقعد مع بعض ونتجمع، ايه يا جماعه ايه مشكلتنا؟ فكك من الاهلي دلوقتي، فكك منه دلوقتي، احنا عايزين نتكاتف. حسن شحاته فين يا جدعان؟ هو ليه حسن شحاته ان مصر كلها بتحبه؟ ليه ما بيخش نادي الزمالك اصلا؟ ده في ناس طولان حلو طولان. الناس دي فين يا جدعان؟ الناس دي فين اقول لك ليه مش بيخش الزمالك؟ عشان دول ناس الاهلاويه بيحبوهم، عشان دول ناس حسن شحاته وحلمي طولان والناس المحترمه دي بيقولوا كلام حلو على الاهلي، وبيقولوا كلام حلو على الزمالك، وعلى الزملكاويه بس محترمين، فممنوع ان يخش النادي. لكن لو نقعد نتكاتف مع بعض، واقسم لك بالله انا هبدا اخاف منك. لكن بالمستوى اللي انت فيه ده، كان في زمان حمايه بيقول لي ايه، في نادي اسمه نادي الترسانه كان مكسر الدنيا زمان في الثمانينات بيتهيألي ولا في السبعينات. ده كان يعني من الانديه القويه جدا. دلوقتي في نادي الترسانه مش موجود. مش عايز اقول لك والله، انا مدي لنفسي 10 سنين، احنا في 2025 2035، انا اعتقد مش هلاقي في حاجه اسمها نادي الزمالك. مش بقول لك كده وانا فرحان من جوايا، لا والله حزين بجد. فاللي بيحصل ده، الزمالك يخسر من بطوله دوري، من بطوله افريقيا، من بطوله اسمها ايه الكونفدراليه، والزمالك ما يكونش اصلا موجود في الدوري، والزمالك يخسر كاس الرابطه ويروح كاس مصر وهيخسر من بيراميدز. فهو طالع موسم صفري، والمواسم اللي فاتت كلها صفريه، والمستقبل بيقول لك ان انت اصلا مش هتروح، مش هتشم بطوله دوري ابطال افريقيا، لان بيراميدز موجود مع الاهلي. مش هتشم المركز الثاني لان بيراميدز حل مكانك. فانت لازم تقعد وتفكر بقى انت رايح فين. انا راجع تاني. فانا كنت طالع الصراحه احفل واضحك واضحكك واهزر معاك وافرح الاهلاويه وهوبا يلا ومش عارف ايه، بس الموضوع اللي حصل ده خلاني اتقفل شويه. الايام الجايه سواد على الكل حرفيا. مش سواد على الكل احنا كاهلاويه، احنا بره الموضوع خالص. هو سواد على كل من كاره النادي الاهلي، لان القرار بتاع النادي الاهلي ان انا لغايه دلوقتي لسه بيني وبينين مش عارف. انا مترقب نتيجه قرار الخطيب ان هو ما لعبش ماتش القمه، هشوف النتيجه ايه وهقرر. لكن القرار ده كان الخطيب كان متوقع ان هيكون في تكاتف، بس انت خطيب انت بتقدم في مالطا، ولا في كونفدراليه، ولا في دوري، ولا في كاس رابطه، ولا في ليله النيله، ولا في سوبر افريقي، ولا في دولارات هتجيلكوا، ولا في اي حاجه. ومن سيء الى اسوء، ولا في صفقات، ولا في اي ليله النيله. اقعدوا بس انت كده بصوا على الاهلي وفكروا ازاي تعملوا صفقات، وفكروا ازاي تردوا عليه وخلاص. لكن تقعدوا تتكاتفوا مع بعض وتكونوا كده، لا انسى. اراك ضحك.